لماذا نقوم للشام ولدمشق مثل هذه القيامة ولم نقم لغيرها مثلها؟ أقول لمن كان له عقل أو أذن: الشام الشام ودمشق دمشق. من قرأ الوحي والكتابة ورسالات المرسلين علم أن لله في الشام أمرا وحكمة، فكما قلت لكم إن الله ادخر ابن مريم عنده في السماء، وإن الله منزله في دمشق عند المنارة البيضاء. علم من علم وجهل من جهل. قال خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، قال هذا يوشك أن يكون. أقول لكم بعد 1400 سنة يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم، فقدموا بين أيديكم خيرا، واتقوا الله واعلموا مشايخكم وعلماءكم أنكم مبعوثون من بعد الموت، وإن الله لا تخفى عليه خافية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والسلام عليكم. شيخ سؤال أخير بس، هل تعتقد أن هذه الحرب حرب بين السنة والشيعة أو العلويين يعني؟ عظيم السؤال ونعم الذكرى. هل هذه حرب بين السنة والشيعة؟ من أرادها حربا بين السنة والشيعة أرادها حربا على المسلمين. كان محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكن سنة ولم يكن شيعة، فمن أحدث بعده فقد أفسد على المسلمين وليس من المسلمين. فمن أراد أن يكون منهم فلا يزد على دينهم ولا يزد على نبيهم شيئا. من أراد أن يكون مع أتباع نبي الله فليكن في المسلمين. هذه ليست حربا بين المسلمين، هذه حرب بين الصليبيين وبين أهل هذه البلاد. هذه حرب ممن جاءنا من وراء البحار على أهل هذه البلاد. كان السنة وكان الشيعة ولم يكن بينهم حرب إلا أن يفسد أحد فيهم بينهم، فليست هذه بدعوة ولا تقبلوها. من أشعل هذا وقال لكم هذا كذاب، ليس بذلك. من أراد أن ينصح من السنة للشيعة فهذا الكتاب وهذا النبي فلينصح به، ومن أراد أن ينصح من الشيعة للسنة فهذا الكتاب وهذا النبي فلينصح به. ثم فليقل أحدكم كما قال خير ابني آدم: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قد قضى الأنبياء على ما قد علمتم من الأمان والصلح في الأمة الواحدة، فمن خالف هذا فليس من المسلمين في شيء. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بعث الله المرسلين مصلحين. على هذا شهدنا لله أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا ما نزل به القرآن وهذا ما أمرنا به نبي الله عليه الصلاة والسلام. على هذا شهدنا لله أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا ما نزل به القرآن وهذا ما أمرنا به نبي الله عليه الصلاة والسلام. على هذا شهدنا لله أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا ما نزل به القرآن وهذا ما أمرنا به نبي الله عليه الصلاة والسلام. على هذا شهدنا لله أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا ما نزل به القرآن وهذا ما أمرنا به نبي الله عليه الصلاة والسلام. على هذا شهدنا لله أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا ما نزل به القرآن وهذا ما أمرنا به نبي الله عليه الصلاة والسلام. حربا فليكن على غير هذا، ومن أرادها سلما فليكن على هذا. والسلام عليكم ورحمة الله.